لي زامي السلام عليكم. هاد القصه اليوم من اخطر وابشع الجرائم اللي وقعت في العالم، وخصوصا حيت الضحيه كانت انسانه طيبه وضعيفه كتعامل الناس بنيه صافيه، ولكن للاسف هادشي كان غير سبب في النهايه ديالها المأساويه. قصه جينيفر دوغرجي، الفتاة اللي تقتلت على يد الاصدقاء ديالها من بعد 36 ساعه ديال التعذيب. في 11 فبراير 2010 السائق ديال الشاحنة كان دايز من مدينة كريسبوك في ولاية بنسلفانيا ميريكان. شاف واحد الحاجة خارجة من السلة ديال الزبل في باركينغ ديال المدرسة، وقف يشوف وتفاجأ بمنظر كيهرس القلب. جوج جباينت ملفوفة كامل بالأسلاك ديال الزينة ديال عيد الميلاد. هاد البنت سميتها جينيفر دوغرجي، تولدت في 8 نوفمبر 1976. كانت بنت زوينة طيبة هادئة وكتحب تعاون الناس وديما كتضحك، ولكن في صغرها كانت كتعرض للتنمر بزاف حيت كانت عندها إعاقة ذهنية بسيطة، وهادشي خلى الناس يسهل عليهم يضحكوا عليها ويأذيوها جسديا ونفسيا. في عام 2010 كانت عندها 30 عام، ولكن العائلة ديالها كتقول انها عندها أقل ديال طفلة عندها 14 عام، وديما في هذيك البراءة ديال الدراري الصغار. عائلتها كانت كتخاف عليها بزاف، ولكن في النهاية خلاتها تعيش حرية ديالها حيت كل انسان عنده الحق يعيش حياته. جينيفر قالت لعائلتها بانها لقات صحاب جداد في مدينه كريسبوك، فرحوا بها بزاف ظانين انها اخيرا غادي تبني الثقه في راسها. ولكن هاد الصحاب الجداد اللي كانوا مجموعه منحرفه تسموا من بعد غرينسنبورغ 6. هادو هما اللي كانوا في المجموعه: امبر مينينغر، ميلفن نايت، انجيلا مارينوتشي، ريكي سميرنز، بيجي ميلر، روبرت ماستر. كل واحد فيهم كان عنده قصة مظلمة ومعقدة بزاف. ميلفن مثلا كان عنده إصابة في الرأس من هو صغير وعايش وسط عائلة مفككة. ريكي كان متبنى وتعرض للاعتداء الجنسي من والديه وعمه، وولا مدمن المخدرات والكحول. وأنجيلا كانت عايشة اكتئاب وتعرضت للحديثة في سن 15 اللي تسبب لها في إصابات في الرأس. هاد الناس كاملين تجمعوا في شقة واحدة وسط الفوضى والضياع. جينيفر تعرفت على أنجيلا في مركز خاص بالأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، وتولفوا بسرعة وولات كتكلمها في التليفون بالساعات. وهاد الأخيرة عرفت على باقي المجموعة. جينيفر شافت فيهم ناس طيبين بحالها، ما عرفتش ان حياتها غادي تسالي عندهم. في 10 فبراير 2010 أنجيلا عيطات لجينيفر وقالت لها تجي تبات عندهم. فرحات بزاف حيت كانت أول مرة غادي تبات برا الدار وكتحس براسها كبرات. دازت عند عائلتها، خلات لهم رسالة كتقول فيها: ماما، كنتمنى نهارك يكون زوين، كنبغيك بزاف وغادي نهضر معاك من بعد. كانت اخر مره شافوها هي كتركب في الحافله، ولكن ما رجعتش. منين وصلت جينيفر للشقه بدات الكارثه. المجموعه في الاول قررت من قبل انها غادي تأدبها، بداو كيهينوها كيضربوها، خداو منها الفلوس والتليفون، حتى انهم اجبروها تشرب مواد خطيره كمنظفات زي الطهي، ولكن حتى البول والبراز، وكانوا كيسخروا منها ويضحكوا وهي كتكذب. ضربوها بكل شيء: عصا ديال الشطابه، قطرعه ديال العصير، اكاكز، وحتى الحامل ديال المناشف. وفي لحظه واحده قرروا يساعدوا الامور. ميلفن نايت ناطق الصباغ قدامهم كاملين وهم كيتفرجوا، ومن بعد حسنوا لها شعرها وصبغوا لها وجهها بطلاء الاظافر ولفوها باسلاك ديال عيد الميلاد. بقات كتطلب فيهم يخليوها تمشي، ولكن هما قرروا انهم غادي ينهيو الحياه ديالها. في الصباح ديال 11 فبراير قالوا لها تكتب رساله انتحار باش يخطيوها للجريمه، وكتبات بالخط ديال يديها: ما بقيت سعيده وكنظن الناس غيكونوا بخير من دوني، كنبغي ماما وزوج ماما بزاف. ولا من بعد ريكي عطا السكين ميلفن وقال ليه: ديرها. طعنها 3 المرات ولكن مبقاش حيه. ريكي غوت مازال كتنفس، فرعناها مره اخرى حتى ماتت. لفوها بلاستيك والزينه ديال العيد ورماوها في سله ديال الزبل قدام المدرسه. البوليس عرف على جوج بصمات الاصابع وتبعوا الخيط حتى وصلوا للشقه. لقاو ريكي اللي كان كيكذب وكيقول ما شافاش، ولكن جيران سمعوا ضوضاء قويه في الليله ديال الجريمه وشافوهم كيسحبوا سله ديال الزبل في الثلج. هنا شحال الغاز. في المحكمه انجيلا مارينوتشي حكموا عليها بالمؤبد بدون سراح مشروط. امبر مينينغر من 40 حتى 80 عام ديال السجن. ريكي سميرنز وميلفن نايت حكموا عليهم بالإعدام.
بيجي ميلز 35 حتى 74 عام، روبرت ماستر من 30 عام حتى 70 عام. وخاد الأحكام القاسية. الأم ديال جينيفر قديمة في العالم، قالت أكبر ندم عندي هو أنني قلت لها تعيش كإنسانة راشدة، ما كنتش عارفة العالم غادي يكون قاسي بهذا الشكل. هنا إزامي هاد القصة كتعلمنا بزاف، أن الطيبة والبراءة في هاد الزمان ممكن تولي خطر، وأن الشر ما كيعرف لا عمر لا ضعف، كيعرف غير الفرصة، وأن بعض الصحاب ماشي كلهم ناس طيبين، بعضهم شياطين ولابسين وجه إنسان. كان معكم دارك صوت، خلي الصوت يدوي.